اللي هياخد وقت شويه وعقبال ما نعرف نلاقي موديل فعلا يعرف يعملها بشكل احترافي، الابداع في التصاميم والابداع في الذكاء الاصطناعي. اسف، الابداع في الفيديوهات اللي بتتصنع من خلال الذكاء الاصطناعي. لان برضو الفيديوهات اللي بيصنعها لك بتحس ان لسه مش ما فيهاش ابداع، مجرد شويه سكريبت الشخصيه ديت بتقوله وده بيقوله، لكن ما فيش ابداع خالص في الفيديوهات. لسه الحس الابداعي فيه برضو ما كانش موجود. هو صحيح بينفذ كل السكريبت بتاعك بس مش بيعمل مشهد يخليك تقول ده بشري ممتاز اللي عامله، ممتاز، فيديو اكنه حقيقي ومعمول بابداع. لسه زي ما قلت لك نقطه الابداع دي لسه ما وصلتش. هو ما ابدعش في الحاجه، هو حاول يتصور لك حاجه كده اللي هو ممكن تيجي اللي هي في خيالك، بس ما وصلتش برضه لمرحله الابداع اللي تخليك تعملها لك على كأنك في مخك بالظبط، نفس تفكيرك ونفس تخيلك للصورة. لسه ما وصلش للنقطة دي.